السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الماسونية. عاوزك تركز معايا النهاردة قوي عشان الحلقة مهمة جدا. يلا بينا. الماسونية منظمة سرية وغامضة ومحدش في العالم يعرف عنها أي حاجة غير أعضاء المنظمة بس، ومش كل أعضاء المنظمة يعرفوا كل حاجة عن المنظمة، واللي بيدخل مش بيعرف يطلع تاني، وخروجه منها يعني موته. اللي ما تعرفوش عن الماسونية إنها بتعرف تجذب الناس بشعارات قوية جدا، وبتختار اللي بينضم للمنظمة أفراد محددين وبهيئة محددة، كل ده بس عشان تعرف تسيطر على العالم. المنظمة ديت معمولة مخصوص عشان تنشر الإلحاد والإباحية والفساد، ومن ضمن شعاراتها عشان تنتشر في العالم بسهولة حرية وأخاء ومساواة، وأعضاء المنظمة بيبقوا في مناصب مرموقة في بلادهم. تعال بقى نعرف المنظمة ديت بدأت إزاي. العلماء والباحثين اختلفوا ولسه لغاية دلوقتي في اختلاف عن بداية الماسونية، زيها زي كل الفرق الخفية، بس أشهر حاجة عرفتها الناس عنها إنها ظهرت بعد هيكل سليمان. ظهرت في بداية القرن الأول الميلادي. بص يا صاحبي، اليهود كانوا بيقولوا إن في نبي جديد هيظهر هيرجع ليهم الملك، فعشان كده كانوا بيخططوا من اللي هم يقضوا على النصرانية اللي انتشرت بسرعة جدا. علشان كده فكروا من اللي هم يعملوا منظمة سرية، والكلام ده في عهد الملك اليهودي هيرودوس الثاني سنة 37 ميلاديا. هيرودوس كان شايف إن المسيحية اللي جت على ايد المسيح عليه السلام هتهدم وهتلغي الدولة اليهودية. كان للملك هيرودوس مستشارين هما إحرام ولافي. بص خلينا في إحرام وعاوزك تركز معاه عشان ده كان يهودي يهودي يعني. هو قال لهيرودوس إن هما يعملوا جمعية خفية ويسموها القوة الخفية، ودي بقى مهمتها قتل المسيحيين اللي في العالم علشان ما تنتشرش في العالم بسهولة. وعملوا اجتماع حلو كده واختاروا اللي هيساعدهم في ده، واختاروا 6. ال6 دولت يا عم مؤسسين الماسونية. طيب اتسمت ماسونية ليه؟ بص، في عهد سيدنا سليمان وهو بيجدد الهيكل اللي في القدس، الفرقة بقى اللي كانت بتبني الهيكل كان اسمها الماسون، يعني البنائين. من هنا بقى المنظمة اتغير اسمها من القوة الخفية للماسونية. وطول العصور ديت ظهرت رموز كتير قوي للماسونية، وأكيد الرموز ديت لها معنى ظاهري ومعنى تاني محدش يعرفه غير الأعضاء بتاع المنظمة. والرموز ديت منها النجمة السداسية، وده مثلث فوق مثلث في الآخر بيشكل نجمة، وهي بتدل على البناء، وده الظاهر بتاعها، بس هي في الحقيقة نجمة داود. وفي رموز تانية كتير زي السيف المسلول، وده مسلول يعني عشان الدفاع عن المنظمة وعقاب أي حد يبقى ضد المنظمة. بص يا صاحبي، الماسونيين دول بيختاروا اللي ينضم ليهم، مش انت اللي تقول انا عايز انضم للمنظمة، لا، هما اللي بيختاروا بعناية كمان. وبعد ما بيختاروا بيعملوا اختبارات ليهم، وبيطلبوا منهم يعملوا طقوس معينة عشان بس يعلوا درجات في المنظمة. والطقوس ديت ساعات بتبقى دموية وبتبقى سرية جدا، وأكيد كلنا عرفنا اللي كان بيحصل في أمريكا الفترة اللي فاتت. بص هقولك على حاجة صغيرة أوي. العضو الجديد عشان يحلف القسم بتاع المنظمة بيغموا عينه عشان يروحوا لرئيس المنظمة ويحلف اليمين قدامه، وأول ما يحلف اليمين بياخدوه في أوضة تانية ويفتحوا عينيه، فجأة يلاقي سيوف حوالين رقبته، والأوضة اللي فيها بتبقى ضلمة خالص ومليانة جماجم، عشان يخاف ويعرف ايه اللي هيحصل له لو حاول يخرج من المنظمة. الماسونية طبقات، والطبقات ديت 33 درجة. طبقة زي العامة الصغار، ودول اللي لسه داخلين المنظمة، المبتدئين يعني. وفي طبقة اسمها الماسونية الملكية، ودي بقى محدش بياخدها غير لما يتخلى عن وطنه ودينه وكل حاجة ويتفرغ لليهودية بس. وأحسن طبقة فيهم الماسونية الكونية، وكل الطبقة ديت بيبقوا يهود، ودول بيعتبروا نفسهم فوق البشر وبيخططوا إن العالم كله يبقى يهود. المنظمة من أساسه عاوزة تنهي على كل الأديان، وده اللي خلى إنشائها في أول القرن الميلادي علشان تنهي على الدين المسيحي. وبرضك اشتغلوا على اللي هم يحاربوا الإسلام في دعوة ابن سبأ اليهودي، في تكوين جمهوريات لا دين لها ويبقوا تحت الحكم اليهودي زي إسرائيل كده.
وبرضك عايزين ينهوا عن الأخلاق والمثل العليا، وينشروا الإباحية والفساد والانحلال، ويستخدموا المرأة وسيلة للسيطرة على الرجال، ويخلوا الشباب يعملوا الرذيلة، ويحدوا من نسل المسلمين، وقسموا البشرية عشان يبقى في نزاع ما بينهم، ويسيطروا على رؤساء الدول علشان أهدافهم بس تتعمل، والسيطرة على الإعلام عشان بس ينشروا الجهل براحتهم. هم عايزين يسيطروا على العالم. بص، أنا مش عايزك تتفاجئ، بس عايز أقولك إن في 74 موظف في الأمم المتحدة اختلاف مناصبهم من الماسونية، وأهم خطة ليهم هي الدولة الإسرائيلية. أيوة زي ما أنت سمعت، عشان يبقى ليهم في القدس ملك ودولة، ويبقى الملك من نسل داوود، ويبدأوا من هناك يحكموا العالم. سموا الشعب الإسرائيلي شعب الله المختار. هو ده الهدف الرئيسي والنهائي. في ناس كتير قوي في العالم شايفة إن العالم فعلا تحت سيطرتهم. الحروب اللي بتحصل والثورات اللي بتحصل في العالم دي كلها من تدبيرهم. التحكم في موارد العالم، التحكم في الأمن، والتحكم في التعليم بتاع العالم كله، كل ده بس من الماسونية. وأي حد بيحاول يخرج بره الخطة ديت بيبقى مصيره التصفية. أيوة، الموت هو الحل الأول والأخير عندهم. أنا كده خلصت، بس الماسونية حكاياتها كتير أوي وما بتخلص. أكيد هيبقى في حلقات تانية كتير. يلا سلام.